السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم الى الله اقرب. طبعا ما ينفعش العيد من غير الفلافل. الفلافل بالنسبة لنا يوم الوقفة حاجة مهمة جدا جدا. وطبعا زي ما عودتكم مش هنجيب اي حاجة من بره، حاجة البيت انضف واطعم واوفر. عشان كده هنعمل مع بعض النهاردة عجينة الفلافل من الالف للياء. هوريكم ازاي نعمل الفلافل وتطلع تحفة زي ما انتم شايفين كده. وكمان هقول لكم ازاي تشيلوها في الفريزر في اكياس عشان تفضل معانا طول العيد وبعد العيد. الفيديو النهاردة حلو جدا ومفيد قوي. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد. واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. وكمان عايزه افكركم، عايزين نكمل ال10,000 مشترك. اشتركوا من تليفونات ولادكم، ابعتوا اللينك لاصحابكم، القناه هتكبر بيكم ومعاكم. اول خطوه هنشتري من العطار الفول المدشوش. ده شكله يا بنات لو انتوا ما تعرفوش. طبعا انا جايبه كيلو علشان هعمل كميه واشيلها في التلاجة تفضل معايا في العيد وبعد العيد. لو حابين تقللوا الكميه مفيش مشكله. اول خطوه هغسل الفول المدشوش كويس جدا، وبعد كده هنقعه في ميه من بالليل للصبح. وعلى قد ما تقدري غيري الميه بتاعته. هسيب الفول المدشوش من بالليل للصبح او من اول النهار لحد اخر النهار. بعد كده هاخده اغسله كويس جدا ده تاني يوم الصبح، واحطه في مصفى عشان اصفي كل المية منه. دي نقطة مهمة جدا. بصوا ما شاء الله الكمية بقت قد ايه لما اتنقعت في المية، حلوة جدا جدا وموفرة وتحفة. بعد ما صفيناه في المصفى وسبناه يصفي المية كويس قوي، هبتدي اجيب باقي المقادير بتاعتي. باقي المقادير عبارة عن ايه؟ معايا كزبرة، بقدونس، شبت وكرات. تمام. من كل حاجة حزمتين. وكمان معايا بصلتين وسط، معايا راس توم مش كبيرة، معايا معلقتين كبار ملح، معلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة. دي المقادير بتاعتي. طبعا مقادير سهلة وموجودة في كل بيت. هنزل المقادير بتاعتي على الفول المدشوش اللي انا مصفياه من الميه كويس جدا. نزلنا التوم، نزلنا البصل، نزلنا البهارات، معلقتين كبار ملح، معلقه كمون ومعلقه كزبره. ونزلنا الخضره بتاعتنا زي ما قلت لكم من كل حاجه حزمتين، بس الكرات 4 حزم. تمام. قلبناهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هاخد حبة حبة اضربهم في الكبة وعلى قد ما اقدر انعمهم. تمام. ممكن في الاول تضربوهم ضربة خشنة وبعد كده تعيدوا عليهم في الكبة لحد ما ينعموا. ده شكلهم زي ما انتم شايفين، وده انا ضربته تاني لحد ما نعم اكتر من كده. طريقة حلوة جدا وسهلة وناجحة. بصوا الكمية بعد ما خلصت ما شاء الله تبارك الله، شايفين قد ايه؟ ضربتهم مرة واتنين لحد ما نعموا وبقوا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده خدت الجزء اللي انا هقليه النهارده عشان اقول لكم على خطوه مهمه جدا. بصوا، طرف المعلقه كربونات الصوديوم، طرف المعلقه. ما تحطوش اكتر من كده، لو كترتوا عن كده هتفك منكم في الزيت. طرف المعلقه ونقلبهم كويس جدا على الكميه اللي احنا هنقليها النهارده. ومعايا سمسم عشان القلي. طبعا باقي العجينه هشيلها في اكياس وابططها زي ما انتم شفتوا. هوريكم دلوقتي بعد ما نقلي الفلافل. بصوا بقلي الفلافل بطريقه سهله جدا وبحط على وشها سمسم. وطبعا عندنا زيت غزير، هبتدي انزل بالفلافل التحفه زي ما انتم شايفين كده. طريقه سهله وبسيطه وجميله جدا جدا. توفير وطعم وقيمه غذائيه وحاجه انت عاملاها بايدك، وكمان هتقليها في زيت نظيف احسن مليون مره ما تشتريها من بره او من المطاعم. حلوه قوي قوي بجد. بصوا هنا انا بقلبها، ده اول حاجه كده ببتدي ان انا اقلبها. بصوا خدت لون تحفه، ما فكتش في الزيت، هايشه من جوه، تحفه جدا جدا. حلوه قوي قوي.
زي ما انتم شايفين شكلها يجنن، عايزه اقول لكم ريحتها تحفه. بصوا بقى ده اللون التحفه الذهبي اللي يجنن، حلو قوي قوي. كده خلاص انا هطلعها، مستوت وتحفه وهشه من جوه ومقرمشه من بره، حلوه جدا جدا. دي بقى الكياس اللي انا هشيلها في الفريزر. بنحطها في الكيسه طبعا بالكميه اللي انت عايزاها، لان ممكن عيله تكون كبيره عيله تكون صغيره، حطي الكميه اللي انت عايزاها وبططيها بالشكل ده وشيليها في الفريزر. هنا خلاص طلعنا الفلافل بتاعتنا، وطبعا حضرنا بقى جنبها مخلي الليمون اللي احنا برضو عاملينه مع بعض، وهنبتدي نقدم. ودايما التقديم ده حاجة حلوة جدا جدا، لأن العين بتاكل قبل الفم، فلازم نحط الحاجة شكلها حلو ونحسس ولادنا بالعيد، لأن دي ذكريات والله ما بتتنساش أبدا أبدا أبدا. حاجة البيت أنضف من بره، حاجة البيت أوفر من بره، حاجة البيت قيمة غذائية عالية. غسلتي الخضرة بنفسك مرة واتنين وتلاتة، شطفتي الفول المدشوش بتاعك كويس جدا، غير لما تجيبي من بره. ده غير كده كمان انت اللي قليتيها بنفسك في زيت نظيف، الله اعلم الزيت اللي بره شكله عامل ازاي. عشان كده انا بشجع جدا جدا كل الناس اللي بتعمل حاجتها في البيت. بصوا شكل الفلافل يفتح النفس بجد، حلو جدا جدا. النهارده بقى قلت ادلعهم شويه علشان يوم الوقفه، فجبت لهم شيبسي. وطبعا انا شيبسي تايجر طبعا، عشان احنا عاملين مقاطعه. لكن طبعا انا بشجع برضو حاجة البيت، حتى لو بطاطس محمرة اعملوها في البيت. بس النهاردة بقى يوم وقفة وكده، فحبيت ان انا ايه اجيب لهم الحاجات اللي هم بيحبوها. زي ما انتوا شايفين كده حلو قوي قوي قوي، والكيلو ما شاء الله رمى معايا كتير جدا. شايفين الشكل تحفة والطعم يجنن بجد. هنا بقى بقول لكم تعالى اوريكم من قريب. هكمل الاول تقديم وبعد كده بقى اوريكم كله على بعضه. طبعا هنحط بقى جبنة رومي، وزي ما قلت لكم تقديم الاكل مهم جدا جدا، لان العين بتاكل قبل الفم. بجد نفسي تجربوا الوصفة دي قوي قوي، لان بعدها مش هتشتروا ابدا ابدا فلافل من بره، وهتعملوها دايما في البيت. والموضوع والله ما بياخدش وقت كبير خالص. بالعكس انت هتجيبي الفول المدشوش من بالليل، هتنقعيه، هتبتدي تعمليه تاني يوم، الموضوع سهل جدا وبسيط. كده تقريبا خلصنا التقديم، هوريكم بقى كل حاجة. دي اكياس الفلافل اللي احنا هنشيلها في الفريزر، ما شاء الله عملنا 6 وجبات، 6 وجبات كبار يعني. وكمان عملنا الفلافل بتاعت النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا انبسطتوا منه. ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد. واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.